تعالي نعمل بسبوسة طرية ودايبة وطعمها يجنن. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة وكمان خطيرة. تعالي بينا بقى نشوف المقادير. عملنا الكلام ده ازاي؟ كوبايتين من السميد، عليهم نص كوباية من الزبدة ونص كوباية من السمنة وسيحيهم، وعندنا كوباية من القشطة، وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكوباية من الجوز الهند. نقلب بقى كل الكلام ده كويس جدا لحد ما يمتزج مع بعضه، ما بتتعجنش عجينة البسبوسة. تلم المكونات ونجيب قالب وندهنه سمنة، وننزل بقى بالخليط ده في القالب بتاعنا. افردي بقى الخليط بتاعك كده في القالب بتاع الصينية بتاعة البسبوسة، وبططيها كده بكف ايدك. انا عايزة الخليط يبقى املس، يبقى ناعم من الوش كده، عشان البسبوسة بتاعتك كده تبقى خطيرة وطعمها يجنن. اخبطيها بقى خبطتين ودخليها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. يلا بينا بقى نعمل الشربات. كوباية من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، ومعلقة كبيرة كده من سكر الجلوكوز، وده اختياري، لو مش موجود يبقى خلاص مش مهم. واول ما يغلي وياخد القوام ده، البسبوسة بتاعتنا استوت وبقت خطيرة. نسقيها بقى بالشربات كده، واول ما يتشرب الشربات يبقى اعرفي ان البسبوسة بتاعتك ناجحة وكمان مظبوطة 10/10. زوقي بقى باللي انت عايزاه. عندك جوز الهند حطي، مش عندك خلاص، وده اختياري. وبألف هنا. باي باي.